بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة استقبال الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا للموسم الجامعي 2024-2025، أتقدم باسمي وباسم أسرة جامعة الأمير عبد القادر لكل الطلبة الناجحين في البكالوريا، وأتمنى أن تتحقق رغباتهم المطلوبة في مختلف الجامعات الوطنية. بالنسبة لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، فهي مستعدة لاستقبال هؤلاء الطلبة الذين سترسلهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة بناء على رغباتهم ومعدلاتهم. وللعلم أن جامعة الأمير عبد القادر تنظم أبواب مفتوحة للتعريف بتخصصاتها لهؤلاء الطلبة من أجل تسهيل عليهم عملية الاختيار والانتقاء. فجامعة الأمير عبد القادر هي تعتبر جامعة وطنية والوحيدة على المستوى الوطني في تدريس العلوم الإسلامية، والالتحاق بها من مختلف الولايات الوطنية باعتبارها جامعة وطنية. ومن يرغب في الالتحاق بجامعة الأمير عبد القادر لابد أن يكون له معدل جد مرتفع بحيث تستقبل النخبة لتخريج طلبة مختصين في العلوم الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن جامعة الأمير عبد القادر تتوفر على 3 كليات، هي كلية الآداب والحضارة الإسلامية، وكلية أصول الدين، وكلية الشريعة والاقتصاد. طبعا هذه الكليات بها العديد من الأقسام، كل كلية بها 3 أقسام وتخصصات، بحيث يبلغ عدد التخصصات بالجامعة 17 تخصصا على مستوى الليسانس، و24 تخصص على مستوى الماستر. فأتمنى من الطلبة التدقيق في اختيار الجامعات ورغباتهم الالتحاق بهذه الجامعة. وجامعة الأمير عبد القادر تعتبر رائدة في مجال العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى كليات تنتمي إلى جامعات مختلفة على المستوى الوطني. طبعا هذه الجامعة بها الليسانس والماستر والدكتوراه، وتتوفر على العديد من المخابر البحث، بحيث يبلغ عدد المخابر حوالي 9 مخابر، بالإضافة إلى أنها لها علاقات على المستوى الدولي مرتبطة بعدة اتفاقيات، منها مع جامعة الزيتونة ومع جامعات عربية وجامعات آسيوية. وهذه العلاقات ساهمت في إيصال صوت الجامعة على المستوى الدولي، بحيث أصبحت تتميز بمصداقية وبمكانة مرموقة على مستواها. كما تتميز جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بتدريس اللغة التركية، بحيث تتوفر على قسم مختص في اللغة التركية إلى جانب جامعة الجزائر هاتين الجامعتين اللتين تدرسان اللغة التركية. ولدينا اتفاقيات وعلاقات جيدة مع جامعات تركية من أجل جلب أساتذة أتراك يشرفون على التدريس ويشرفون على مذكرات الماستر. طبعا جامعة الأمير عبد القادر تتوفر كذلك على الحاضنات ومركز للمقاولاتية من أجل تشجيع الطلبة الانخراط في هذه العملية وفق القرار 1275. هذا يعني باختصار جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. وستكون هذه الأبواب المفتوحة التي ستنظم قريبا إن شاء الله تشرح كل تخصصات الجامعة بالتفصيل، فعلى الطلبة الالتحاق بمراكز هذه الأبواب والاطلاع على الأبواب المفتوحة من خلال الوسائط الشبكة الاجتماعية. وشكرا.